أي مكان للعبادة المفروض إنه رمز للأمان. مكان الناس بتروح له عشان تلاقي هدوء وسلام. لكن في يوم 18 أبريل 2016 في مدينة صغيرة في ولاية تكساس، الكاميرات سجلت عكس كده تماما. بطلة قصتنا النهاردة هي ميسي بيفرز، ست عندها 45 سنة، متجوزة وأم ل3 بنات، وشخصية محبوبة جدا وناجحة في شغلها كمدربة لياقة بدنية فيتنس كوتش. ميسي كانت بتدير برنامج تدريبي للمجموعات، والناس كانت بتحب طاقة النشاط اللي عندها. في اليوم ده الجو كان صعب جدا، مطر شديد وبرق ورعد من الفجر. ميسي كان عندها حصة تدريب بدري جدا، وبسبب سوء الأحوال الجوية قررت إنها مش هينفع تمرن الناس في الملعب المفتوح كالعادة. دخلت على صفحتها وكتبت رسالة للمتدربين: التدريب النهاردة هيكون جوه مبنى كنيسة كريست عشان المطر. الساعة بقت 18:14 الفجر. ميسي وصلت بالعربية، ركنت قدام المبنى ونزلت تطلع أدواتها عشان تجهز الصالة قبل ما الناس توصل. المكان كان ضلمة وهادي جدا، لكن اللي ميسي ما كانتش تعرفه إن المبنى ده ما كانش فاضي، وإن في حد وصل قبلها وكان في انتظارها. التحقيقات اللي حصلت بعد كده خلت الشرطة تفرغ كاميرات المراقبة بتاعت المبنى، وهنا ظهر اللغز اللي خلى القضية دي تسمع في العالم كله. قبل وصول ميسي ب30 دقيقة، وتحديداً الساعة 3:48 فجر، الكاميرا لقطت شخص غريب جداً بيتجول جوه طرقات المبنى الفاضية. الشخص ده كان لابس طقم كامل يشبه قوات التدخل السريع، تكتيكال جير، خوذة سودة مغطية الوش تماماً، واقي صدر، قفازات، وسترة مكتوب عليها من ورا وبوضوح كلمة بوليس أو شرطة. الشخص ده كان ماسك أداة في إيده وبيكسر بيها أقفال بعض الأبواب. بس الغريب ما كانش في التكسير، الغريب كان في حركته ما كانش فيها أي استعجال أو توتر. كان بيمشي ببرود أعصاب غير طبيعي، بيفتح باب، يبص جواه، ويروح للباب اللي بعده، كأنه بيستكشف المكان براحته، أو كأنه معارف إن مفيش حد هيعطله ومستني اللحظة المناسبة. الكاميرات دي كانت بتصور كل خطوة بيعملها، لكن بسبب اللبس التقيل والخوذة ما كانش فيه أي ملمس أو تفصيلة واحدة تبين هو مين، ولا حتى تبين إذا كان الشخص ده راجل ولا ست. الساعة بقت 5 الصبح، والمتدربين بدأوا يوصلوا عشان يبدأوا حصتهم مع ميسي. دخلوا المبنى، لكنهم اتفاجئوا بإن ميسي غايبة عن الوعي ومصابة بإصابات بالغة. اتصلوا بالإسعاف والشرطة فوراً، لكن للأسف ميسي كانت فرقة الحياة. الشرطة لما وصلت وبدأت تعاين المكان، لقوا مفاجأة قلبت موازين القضية. مفيش أي حاجة اتسرقت، شنطة ميسي موجودة، مجوهراتها، حتى عربيتها اللي بره زي ما هي. الشخص المجهول ده ما كانش داخل يسرق، هدفه كان ميسي نفسها. وهنا المحققين رجعوا للفيديو تاني واكتشفوا أهم دليل في القضية: المشية. خبراء تحليل الحركة جيت أناليسيس لاحظوا إن الشخص المجهول ده بيمشي بطريقة مميزة جداً، فيه ميلة واضحة ناحية اليمين، ورجليه بتميل لبره وهو بيمشي. الخبراء أكدوا إن دي مش مشية مفتعلة عشان يداري هويته، دي مشية طبيعية لشخص بيعاني من إصابة قديمة في الحوض أو الظهر، أو عنده عيب في الحركة. التفصيلة دي بقت هي الخيط الوحيد اللي الشرطة مسكت فيه. الشرطة بدأت توسع دايرة التحقيق، دوروا في حياة ميسي، في تليفونها، وفي علاقاتها. اكتشفوا إن ميسي قبل الحادثة بأيام استقبلت رسالة غريبة من حساب مجهول على موقع لينكد إن. الرسالة كانت مزعجة ومريبة لدرجة إن ميسي ورتها لأصدقائها،
وقالت لهم إنها قلقانة منها، لكنها ما أخدتش إجراء رسمي وقتها. كمان كاميرات المراقبة في محل رياضي قريب من الكنيسة لقطت عربية نيسان لونها فضي كانت بتلف في المنطقة بشكل غريب قبل الحادثة بساعات، لكن بسبب سوء جودة الكاميرا محدش قدر يحدد رقم اللوحة أو يشوف مين اللي سايق. الشرطة بدأت تستجوب كل المعارف بناء على المشية. الموضوع وصل إنهم استجوبوا حماها أي والد جوزها، لأن بعض الناس لاحظوا إن مشيته قريبة شوية من الشخص اللي في الكاميرا، لكن التحقيقات أثبتت بالدليل القاطع إنه كان في ولاية تانية وقت الوقعة، وتم استبعاده تماماً من دايرة الاشتباه. اللغز كان بيتعقد أكتر، كأن الشخص ده ظهر من العدم واختفى في العدم. بعد سنين من التحقيقات القضية دي اتقفلت مؤقتاً وبقت تصنف ككولد كيس أو قضية باردة، بس سابت وراها نظريتين بيتناقشوا لحد النهاردة. النظرية الأولى إنها صدفة سيئة، إن الشخص ده كان مجرد لص محترف داخل يسرق الكنيسة، ولما اتفاجئ بوجود ميسي في الوقت المبكر ده اتخلص منها عشان ما تكشفوش وهرب من غير ما يسرق حاجة. النظرية التانية والأقوى إنها استهداف متعمد. الشخص ده كان بيراقب ميسي وشاف البوست اللي كتبته عن تغيير مكان التدريب للكنيسة، فسبقها للمكان ولبس اللبس ده مش بس عشان يخفي هويته، لكن عشان يمنع سقوط أي دليل بيولوجي زي الشعر أو البصمات في مسرح الواقعة. في النهاية قضية ميسي بيفرز بتثبت لنا إن الكاميرات ممكن تسجل كل حاجة، ممكن توثق اللحظات، بس مش دايماً بتقدر تجاوب على سؤال مين. اللبس الواسع، الخوذة، واختفاء الدافع المادي كلها عوامل خلت الحقيقة تضيع في الضلمة. تفتكروا هل التكنولوجيا ممكن تتطور قدام ونقدر نحدد هوية شخص من مجرد مشيته؟ ولا هيفضل الشخص اللي لابس لبس الشرطة لغز ملوش ملامح؟